ازيكم اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير. يعني انا مش عارفه اشكركم على تعليقاتكم الفيديو اللي فات، وقد ايه انا سعيده ان رغم 6 شهور مش بنزل شغل، لكن حضراتكم لسه فاكريني ومشاعركم الجميله. بجد بشكركم من كل قلبي وشكرا ليكم، وربنا يومكم في حياتي نعمه، وربنا يبارك فيكم يا رب ويسعد قلوبكم دايما زي ما بتسعدوني بالكلام اللي بتكتبوه. النهارده جايبين شقة زي ما حضراتكم شايفين، التفاصيل مختلفة، الألوان لو لاحظنا اللي هنا معظم الألوان بنجيبها اللون الجري، وأنا شخصيا بحبه جدا مع الأوفايت، لكن النهاردة درجات الكافيه. وفي ناس دايما الكافيه رغم ان الكافيه يعني يعتبر حاجة كلاسيكية أوي، لكن الناس بتعشقه. هو فعلا بيدي شكل برضه مختلف. بصوا هنا الانتريه بدرجات الكافيه، وهنا فواصل بارتيشن جزء كده بالخشب. هنا هندخل شقة النهاردة ونتفرج على تفاصيل مختلفة. هندخل كمان بالبلكونة. كمان الشركة الهندسية ارت ديزاين دايما بتهتم كمان ان البلكونة تكون جزء ديكوري من البيت. لو لاحظتوا بصوا هنا عاملين انتريه مودرن، ركنة مودرن مع وجود اللون الأخضر، ودايما اللون الأخضر بيدي شكل مختلف لأي مكان كأنك قاعدة في جاردن. بصوا التفاصيل اهو مع الجزء النجيلة تحت. طبعا الفيو حلو جدا كمان في البيت. انا عاوزة اقول لكم بقى للناس اللي سألوني على سعر التشطيب، طبعا السعر كان من فترة مختلف، وهعمل لكم فيديو بعد ده بسعر مختلف. يعني بصوا التفاصيل هنا في الفاصل. هنيجي للسفرة، قد ايه السفرة تبان سيمبل ولكن شيك جدا بكل التفاصيل. هنا الكراسي متنجدة جزئين، او درجة تحت غامقة او درجة فوق، بس الكورس ده من الكراسي المريحة جدا. يعني لو بتفضلي تعملي كورس سفرة مريح، يعني انا برشح لك ده وبقوة. بصوا جمال وبساطة السفرة. هنا بصوا ده شكل الليفينج الانتري مع السفرة، برضو الطابلوهات درجات الكافيه. هنا جزء تاني الريسبشن كله. هنا جزء بقى ليفينج فيه نوع من الخصوصية. تشطيب الشقة دي مختلف عن حاجات كتير في أرض زين، بس عاجبني جدا. المكان هنا الليفينج هنا ركنة كبيرة مع شاشة تلفزيون، مع اكسسوارز بسيطة. بصوا التفاصيل الخشب هنا اللي موجودة فيها، والرسوم والانتيك اللي فيها. ادي الشاشة وراها جزء خشب. مكان مفيش فيه تفاصيل كتير، بس ادى يروح وبيعمل نوع من الخصوصية لما ببصلك عن الريسبشن الرئيسي او الليفينج الرئيسي. بصوا الجزء ده حلو قوي، عجبني الفرقة الموسيقية اللي موجودة هنا. ده الريسبشن الرئيسي او الليفينج الرئيسي هنا اهو مع السفرة. وهنبدأ بقى ندخل الجزء اللي متعلق بأوضة النوم والمطبخ. من الحاجات الجميلة أوي دايما في ارت ديزاين انه بفصل الجزء بتاع الريسبشن كامل عن أوض النوم، وده طبعا بيدي نوع من الخصوصية في التصميم. وطبعا ده بيبقى حلو جدا في تصميم أي بيت، من أساس أي بيت عشان تحسي بخصوصيتك إن يفصلك الجزء ده عن بقية البيت. بصوا ألوان البورسلين التابلوهات. هنا الجزء اللي فاصل المطبخ، طبعا المطبخ ما شاء الله اللهم بارك، مساحته حلوة جدا. هنا الفريزر والتلاجة. بصوا مساحة المطبخ اللهم بارك. ارت ديزاين بيستلم الشقة من حضرتك على الطوب الأحمر، بيبدأ بالمحارة والدهانات، تأسيس سباكة، تأسيس صحي، تأسيس كهرباء، فرش نجف، سجاد، موبيليا، كهرباء. كل الكلام ده سيراميك. بيبقى المتر صافي بالتشطيب بالأجهزة بالفرش 18400. طبعا ده السعر الجديد. السعر القديم كان مختلف، يعني من 4 سنين في شقق كان بيبقى تشطيبها 6500 8000، لكن دلوقتي طبعا مع الأسعار الفظيعة في التشطيبات بيبقى ده السعر. هنا بصوا ده حمام صغنن، يعتبر حمام ضيوف مش الحمام الخاص بأوضة النوم. بصوا حتى الحمام بيهتم بتفاصيله. هنا لو لاحظنا ان الغسالة هنا في الحمام، رغم ان مساحة المطبخ كبيرة، لكن هي هنا موجودة في الحمام.
ولا تفاصيل الحمام بالإضاءة بالسيراميك بالألوان بتاعته. اه لو لاحظنا ان هو قريب من الريسبشن. ندخل بقى لأوضة النوم، ودي أوضة صغننة أو أوضة الأطفال. من الجميل أوي في ارت ديزاين ان هو مش بيشتري موبيليا جاهزة، هو بيصمم لك السراير أو الأوضة أو الموبيليا وفقا للمساحة. يعني هنا لو لاحظنا السريرين مساحتهم مش كبيرة بس شكلهم حلو قوي، والاتنين الكومود في النص، على عكس ما احنا دايما رابطين نفسنا ان لازم يكون كل كومود جنب سرير. لا، انا شايفة ان الشكل هنا حلو جدا، وفر لي مساحة في الجنب اللي بتهدر في الفاضي اهو، مع شاشة مع مكتب مع جزء مع شезлونج صغنن. حلو قوي الأوضة كده، ألوانها دافية وجميلة قوي ألوان الأوضة. ده حمام تاني لو شفناه في كابينة شاور. بصوا بقى الحوض والألوان الرخامية اللي موجودة بدرجات الأسود. مساحة الشقة اللهم بارك. ندخل هنا بقى على ركنة تانية أو جزء تاني برضو ليفينج تاني. شاشة جبسون بورد مع دخول فيها جزء من الخشب، مع ركنة تحفة. الستاير برضو ألوانها حلوة أوي، هو كمان بيعمل الستاير والتكييفات، وبقى فيه تكييفات هدية على المساحات الكبيرة. ارت ديزاين بيفتح التعاقد 4 مرات في السنة، كل 3 شهور. التعاقد الجديد ان شاء الله هو قفل في شهر 3، التعاقد الجديد في شهر 6. اللي حابب يتواصل معاهم بيفتح 4 مرات في السنة، مرة واحدة استثنائية ده للعملاء القدام بس. بصوا بقى جمال الأوضة هنا، عجبني قوي الخشب في الجبسون بورد. بصوا الأوضة تحفة، دي أوضة أطفال برضو بشكل مختلف، يعني هو مش بيعمل أوضتين نفس بعض. تحفة. تفاصيل الألوان درجات الكافيه، لو لاحظنا ان الشقة دي كلها درجات الكافيه. المساحة طبعا هنا في الأوضة أكبر، فعشان كده موزع الاتنين كومود. لكن الفكرة التانية كمان كانت عجباني جدا. حطولنا لايك للفيديو النهاردة، ولا أول مرة يشوفنا في القناة ياريت تشتركي معانا. كل فيديو تخرجوا منه فكرة مفيدة في الترتيب في الديكور في الأساس. شكرا لدعمكم للفيديو اللي فات، أتمنى دايما ألاقي الدعم ده في كل فيديو. وبصوا بقى الجمال، هندخل بقى على الأوضة الماستر. مساحة الشقة اللهم بارك، ودعوة حلوة من قلوبنا لأصحاب البيت، ربنا يسعدهم ويهنيهم اللهم آمين. هنا الأوضة الكبيرة الماستر فيها حمام أهو خاص بيها. طبعا ده بتبقى حاجة مميزة لو أنا عندي مساحة كبيرة وأقدر أعمل ده في بيتي من الأول، طبعا بيبقى أفضل. ده شكل الحمام. لاحظنا إن عندنا 3 حمام في الشقة، كل حمام بديزاين مختلف. بصوا اللهم بارك على جمال الأوضة، حلوة جدا، بسم الله ما شاء الله، تحفة. لايكات كتير لفيديو النهاردة وقمر النهاردة. اشوف تعليقاتكم وايه رأيكم في الفيديو وشقة النهاردة. انتظروا شقة رائعة في الفيديو الجاي بإذن الله. بصوا تفاصيل الأوضة والتفاصيل الجميلة. أتمنى لحضراتكم مشاهدة ممتعة، وأشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد وشقة جديدة وعروسة جديدة. نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.